بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم غريبة العيد. انا معايا 400 جرام سمنة وربع كيلو سكر، هنضربهم كده نحطها في الفريزر. السمنة طالعة من الفريزر اهي، هتعمل معانا زي الزبدة. هحط عليها كوباية لبن. عايزة اقولك ان كوباية اللبن دي هتفرق معاكي قوي، والسمنة بتاعتنا هتعمل زي الزبدة الفلاحي بالظبط، وهتبقى جميلة جدا، وهتنعم كده هي والسكر، وهيبقى جميل جدا. هتخلي معاكي العجينة جميلة جميلة جميلة. انا كده ضربتها اهي، انا هحط عليها شوية فانيليا وهضربها تاني مع الفانيليا اهي، مش هحط عليها اكتر من كده. القوام بتاعها عامل ازاي؟ شفت الزبدة لما تبقي سيحيها زيها بالظبط. هنزل عليها بالدقيق اهي. انا معايا دي كيلو الا ربع، هحاول المها كده. هي الغريبة متعجنش، دي يا دوب بتلميها بس لم كده، وعجينتها بتبقى ناعمة جدا. عايزة اقولك ان انا مش حاططها في التلاجة ولا اي حاجة. ناس بتحطها في التلاجة ويقولك عشان ما تنشفش ومش عارفة ايه، لا انا مش حاطها في التلاجة خالص. وبقت معايا إيه؟ شفت الزبدة ما خدتش 10 دقايق مني تكوير. اكورها كده واحطها في الصاج. بقولك ما خدتش مني 10 دقايق، اقل كمان كنت مخلصاها. هحط فيها كده اي مكسرات عندك حطيها، عندك فستق عندك لوز. انا هحط فيها سوداني اهي. هنكملها معاكم كده. انا بحاول اعمل قدامكم كل حاجه. شايفه الطريقه جميله جدا، وعجينتها مش عايزه اقولك بقى ناعمه وجميله جدا. لو لسه مكمله معايا لحد هنا في الفيديو، اعمل لايك واشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. احنا هون حطينا فيها السوداني كلها، وعملت معايا كميه بقى مش عايزه اقولك. الكيلو الا ربع ده عمل معايا كميه زي اللهم صل على حضرة حبيب النبي. ده الصاج التاني، هنعمل كمان صاج اهون. عملت معايا زي 2 كيلو او 2 كيلو الا ربع، حاجة زي كده. دي الصاج الاخير. انا هحط فيه لوز وفستق، يعني هحاول اشهيصها شوية، يعني مش كلها نعملها بالسوداني، شوية كده وشوية كده اهي. انا هبتدي بقى نحطها في الفرن. اللي عملناها الاول هنحطها الاول في الفرن، ونسيب التانية ترتاح شوية اهي. بعد ما طلعت معانا في الفرن، شايفة الجمال والحلاوة، قعرها عامل ازاي، واخدة اللون جميل جدا. اللون ده